أهلا بيكم. عالم الخيول ليه سحر لا يمكن وصفه بكلمات. الخيل كائن يجمع بين القوة والجمال والأناقة، رفيق الإنسان في السلام والحرب. هنشوف النهاردة 5 من أجمل سلالات الخيول في العالم، منها الحصان العربي الأصيل رمز العزة والشموخ، وآخرهم الحصان الذهبي أغلى سلالة خيل ممكن تشوفها في حياتك. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هاخدكم في رحلة سريعة لعالم ملوك الجمال والأساطير الحية. مستعدين؟ يلا بينا. معانا في المركز الخامس سلالة خيول هافلينجر، وهي واحدة من أجمل سلالات الخيول في العالم الموجودة في جبال الألب، واتسمت بالاسم ده على اسم قرية هافلينج في شمال إيطاليا، وبيرجع أصلها للعصور الوسطى. شكلها مميز بلون كستنائي، عندها معطف بني جميل وشعر وديل طويل بلون أبيض. السلالة دي حجمها صغير نسبيا، لكن عندها جسم عضلي قوي رشيق، ولأنها نشأت في جبال الألب فبتتحمل الظروف المناخية الصعبة، وبيستخدموها دايما في نقل البضائع بين القرى في جبال الألب، وموجودة دلوقتي في النمسا وشمال إيطاليا. وبيجي في المركز الرابع خيول الفريزيان. السلالة دي اتسمت بالاسم ده لأنها نشأت في مقاطعة فريزلاند في شمال هولندا، وبتتميز إن جسمها فيه كمية عالية من الصبغة اللي خلت لونهم أسود مميز. السلالة دي عندها ديل وشعر طويل أسود مموج، حتى شعر كمان في رجليها، وبقت من أجمل سلالات الخيول في العالم. كانت بتستخدم قديما في الحروب والتجارة لأن عندها قوة تحمل عالية، أما بعد كده بقى بيتم تهجينهم مع الخيول العربية، وده زادها جمال وقوة استثنائية. عشان كده بقى بيتم استخدام السلالة دي في المسابقات، وحتى بيتم اقتصار امتلاكها على الأغنياء فقط، وكانوا بيرفضوا إنهم يبيعوها، وبيرفضوا تزاوجها مع أنواع الخيول التانية. عشان كده السلالة دي عددها قل جدا للأسف. في القرن العشرين اتبقى منها 3 فقط، وكانت معرضة للانقراض. لكن لحسن الحظ ان في بعض الناس اهتمت بالسلالة دي تاني وحاولت انقاذها وزيادة عددها، وكانت السلالة دي في العصور الوسطى بيثقوا فيها انها تحمل الملوك. وبيجي في المركز الثالث مهر شيتلاند. دي سلالة اسكتلندية من الفرس القزم، واللي نشأت في جزر شيتلاند في شمال اسكتلندا. شكلها جميل وكيوت قوي، عندها معطف تقيل وأرجل قصيرة لكن قوية بالنسبة لحجمها، وبتقدر تمشي بسرعة كبيرة، وغالبا بيستخدموها في السباقات، وبيستخدموها كمان في الركوب وحمل الأمتعة الخفيفة. المهور دي مفضلة كمان عند العائلة المالكة في بريطانيا. وفي المركز الثاني بيجي معانا الحصان العربي الأصيل، وده من أجمل سلالات الخيول في العالم، يعني الأصالة والجمال والقوة والعزة والشموخ، وهي من أقدم سلالات الخيول في العالم اللي بيرجع تاريخها ل3000 سنة، واللي نشأت في شبه الجزيرة العربية. الخيول العربية نشأت في الصحراء على يد البدو العرب، كانت بتعيش معاهم عشان توفر لهم الأمان والحماية، وده خلاها أكتر ارتباط بالبشر. ولأنهم كانوا بيستخدموها في التجارة والحروب، فالحصان العربي عنده شجاعة وقوة تحمل عالية جدا، وما بيخافش حتى من الحيوانات المفترسة. شكله مميز جدا، سهل تميزه عن أي خيل تاني. عنده رقبة طويلة مقوسة، وجبهة عريضة، وديل مرتفع، وبنية عضلية قوية، وحتى تنسيقه العضلي مختلف عن أي خيل من سلالة تانية. وعشان كده الخيول العربية هي الأكثر حضورا في سباقات ركوب الخيل في العالم، حتى بيستخدموها للتناسل مع السلالات التانية عشان يحسنوا قدرات السلالات دي على الصبر والسرعة، لأن الخيل العربي عنده قدرة عالية على الركض لمسافات طويلة جدا بدون ما يتعب. كمان بيتحمل الجوع والعطش بشكل مذهل. كمان الحصان العربي بيتميز بخصوبة عالية جدا حتى لو تقدم في السن. كمان بيتصف بالذكاء وقوة الذاكرة لدرجة انه ما بينساش مدربه ولا الاماكن اللي زارها. وبيجي معانا في المركز الأول سلالة أخال تيكي، وهي واحدة من أجمل وأغلى سلالات الخيول في العالم، حتى بيسموها بالخيول الذهبية بسبب معطفها اللامع الجميل اللي بيعكس الضوء لما بيجي عليها. أخال تيكي في منها ألوان كتير، ولكن الأغلى ثمنا هو الذهب اللامع.
بتتميز بعيون كبيرة لونها أزرق. السلالة دي نشأت في المناطق الصحراوية في تركمانستان على إيد قبائل التيكي، عشان كده اتسمت السلالة دي باسم آخال تيكي. كلمة آخال في اللغة التركمانية معناها الطاهر. الخيول دي رشيقة جدا، جسمها رفيع وقوي، وهي من أسرع سلالات الخيول في العالم. الخيول دي ذكية جدا، عندها وفاء لصاحبها، ولأنها نشأت في الصحراء فبتتحمل الظروف المناخية القاسية. وللأسف حاليا أصبحت السلالة دي من السلالات النادرة والمهددة بالانقراض. الخيول اللي شفناها النهاردة مش بس كائنات رائعة الجمال، لكنها أسطورة حية للذكاء والقوة، من بريق الذهب الخاضع لآخال تيكي للروح النبيلة للحصان العربي اللي جمع تاريخ الصحاري في عينيه. دلوقتي حابة أعرف رأيكم، أي حصان فيهم سرق قلبكم النهاردة من بين الملوك الخمسة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. ولأن الجمال الحقيقي مش بس بيسحر العين، لكن كمان بيلمس القلب وبيفضل في الذاكرة. فاستنونا في لقاء جديد وملوك تانية للجمال في عالم الخيول. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ودمتم في أمان الله. مع السلامة.